أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره ويزيل الوشم من جسمه كله. أنا كنت سلفي وبعدها صوفي وكنت إخوان وبهرب من الشرب والمخدرات، دلوقتي مفيش حتة في جسمه ما فيهاش وشم ولا تاتوهات، ولابس في ودانه حلق ألماس حر، وشوية يطلع وهو بيصلي وبيعمل عمرة، وشوية يطلع يثير الجدل بلبس مراته وقبولاته ليها قدام الناس. ده غير كلامه عن حب الستات. كان نفسه يتجوز شيرين رضا، لكنه اتجوز ألمانية وخلف منها وساب ابنه يعيش معاها وسابهم ورجع مصر. بنته غيرت ديانتها للمسيحية، وأمه وأبوه من أهم وأكبر نجوم الوطن العربي. مثير للجدل دايما، لكنه فاجئ الجمهور وقرر يشيل التاتو من جسمه كله بعد ما كان في كل حتة في جسمه عليها وشم، وكل وشم ليه قصة وحكاية معاه. يا ترى ده بسبب مراته أم ابنه ولا ممكن تكون العمرة غيرته؟ أسرار كتير، يلا نعرفها سوا. أحمد الفيشاوي ظهر في مقاطع فيديو وهو بيعمل عمرة وبيدعي لوالده، بس كان جسمه كله وشم، وناس كتير سألت في دار الإفتاء هل عمرته صحيحة؟ والإجابة كانت أيوة صحيحة. لكن أحمد الفيشاوي بقى معروف إنه في كل مناسبة وكل صورة لازم يكون ظاهر ويعمل أي شو يثير بيه الجدل. ده غير جسمه اللي مليان تاتوهات، وده كان بيبان في صور الصيف من أول رقبته ولحد آخر رجله، مرسوم عليها أشكال ورموز، وكاتب أبي على إيده الشمال وأمي على إيده اليمين. وعشان يثير الجدل وياخد لقطة ويكون ترند، نشر فيديو ليه وهو بيشيل الوشم. مش بس كده، ده كمان غير ستايل شعره، والأغرب إنه نزل صوره مع النجمة دينا وهو باللوك الجديد. والجمهور لما شافه بشكل الجديد كانت التعليقات كلها إيجابية: كده شكلك أحسن، يا ريت ما تعملش تاتوهات تاني، ستايل شعرك مع جسمك دلوقتي مختلف وحلو، خليك كده دايما. التغير ده سببه لم الشمل شكله كده. واللي قال إن دينا أكيد نصحته إنه يشيل الوشم، وده كان نتيجة إنهم نشروا الاتنين نفس الصورة على حساباتهم بإنستجرام. الغريبة إن ما كانش لأحمد الفيشاوي أي تعليق، لكن الفيشاوي وقتها صرح إنه مضى على عقد فيلم باسم عادل مش عادل، ومن الواضح إنه هيكون بكذا شخصية. وغير كده نشر صوره على حسابه على انستجرام وصرح إنه في موقع التصوير وبيصور فيلم هينزل في السينمات، وهو من قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري. طبعا بعد نشر الصور الجمهور زاد سؤاله هي التاتوهات راحت فين؟ وإن شكله بقى أحلى. وطبعا في جزء من الناس قالوا إن ابنه الألماني تيتوس ومراته الألمانية أقنعوه إنه يشيل التاتو، بس المفاجأة كانت هنا إن التاتوهات زي ما هي على جسمه، وده باين لما ظهر في صور بعد الفيلم بجسمه زي ما هو بالوشم، وساعتها كان في الجيم ومع ابنه في رحلة باليخت. وكل اللي حصل ده كان إثارة جدل بسبب فيلمه الجديد. أحمد الفيشاوي رد على جمهوره بطريقة مختلفة، وهي إنه نزل بوست على حسابه الخاص في إنستجرام وهو بيشكر فريق عمل المكياج اللي اشتغل على الشخصية عشان تطلع بالشكل العظيم ده ويتحول جسمه من وشوم لجسم طبيعي زي ما كان. وده خلى الجمهور مش مصدق إن الفوتوشوب والميك اب قدروا يغيروا شكله ويوصلوا للشخصية المطلوبة. ده غير إن الفيشاوي اتعرض عليه فيلم جديد اسمه رهبة من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرزاق. ده غير إن الجمهور قال إنه وقع من تاني في حب مراته الألمانية وبيحاول يلم الشمل وبيقضي وقت طويل مع ابنه ومهتم بيه، على عكس بنته لينا اللي علاقتهم مع بعض مش كويسة ومش بيظهر عندها ولا بيتكلم خالص حتى بعد ما أثارت الجدل بإنها غيرت ديانتها للمسيحية. طبعا الفنانة سمية الألفي أمه نفسها إن ابنها يكون ليه حياة مستقرة زي أي إنسان، بس الفيشاوي دايما متناقض ودايما بيخلي الناس تتكلم عنه، وده لأسباب كتير زي التاتوهات واللي قرر إنه يزودهم وعمل فيهم تاتو جديد برسم الطيارة وما بقاش في حتة في جسمه فاضية. الفيشاوي بيقول إنه بيستمتع بوجع الوشم وإنه إدمان بالنسبة له ومش هيقدر يبطله لحد ما يموت، وده كان سبب في استفزاز الجمهور ناحيته، وكان ردهم قوي على تصريحه بإنه ازاي هيقابل ربنا بشكل جسمه ده وليه شوه نفسه. بس الفيشاوي كان ليه رأي تاني حاول يقنع بيه الجمهور، وقال إن دي كانت عادة مصرية قديمة عند الستات وكانوا بيفرقوا بيها المتجوزة من اللي مش متجوزة، وليه تاريخ كبير. انا فرعوني، والتاتو ده من ايام الفراعنه. عارف الفراعنه كانوا بيرسموا على جسمهم برضو، كان عندهم كده بس كانوا بيدقوا بخشب وقتها. لكن طبعا كان رد غير مناسب والجمهور شافه تبرير لفعل غلط بيعمله الفيشاوي. في النهاية شاركونا في التعليقات، يا ترى السبب اللي خلى شخصية الفيشاوي متناقضة ومثيرة للجدل طول الوقت؟ ما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب
واعملوا فولو لصفحتنا على فيسبوك. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.